السلام عليكم ورحمة الله حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ أنا ماما نونا، والنهاردة هحكي لكم حكاية جديدة. يلا بينا يا حبايبي نشوف ايه هي الحكاية. كان يا مكان يا سعد يا إكرام ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في يوم من الأيام كان خالد قاعد زهقان، راح قعد يقول لنفسه أعمل إيه أعمل إيه. شاف قصة محطوطة على الكنبة بتاعتهم، راح جه أخدها ولقى مكتوب فيها قصة سيدنا صالح عليه السلام. عرفتوا يا حبايبي إحنا هنحكي لكم النهاردة قصة إيه؟ هحكي لكم قصة سيدنا صالح. وإيه هو موضوع الناقة اللي شافها خالد في الصورة؟ ومين هم قوم صالح؟ وربنا سبحانه وتعالى بعته ليهم ليه؟ تعالوا نشوف ده كله يا حبايبي في قصتنا النهاردة. صالح عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى أرسله إلى قومه ثمود بعد ما قوم عاد هلكوا علشان كانوا كافرين وكانوا بيعبدوا الأصنام والأوثان. ربنا سبحانه وتعالى بعد كده جعل قوم آخرين، والقوم دول كانوا قوم ثمود. وربنا سبحانه وتعالى أرسل لهم سيدنا صالح علشان خاطر كانوا برضو فاسدين وفاسقين وكانوا بيعبدوا الأصنام. وربنا سبحانه وتعالى كمان رزقهم برزق كبير جدا، إن هم كانوا يا حبايبي بيقدروا ينحتوا من الصخور اللي حواليهم بيوت وقصور، وكان سبحانه وتعالى مديهم القوة دي. لكن ما كانوش بيحمدوا ربنا، وكانوا بيظلموا الفقراء والمساكين وكانوا بيعاملوهم بكل قسوة. سيدنا صالح كان قومه بيحبوه جدا، رغم ان هو ما كانش بيعمل معاهم الحاجات دي كلها، لكن دايما الإنسان الطيب الناس بتحبه. بعدين يا حبايبي كان سيدنا صالح في يوم من الأيام راح لهم زي كل مرة، قاعدين بقى مستنيينه علشان خاطر يكلموه في موضوع التجارة ويتكلموا مع بعض، وكانوا بيحبوا جدا قعدته. راح لهم فجه قال لهم يا قوم، ربنا سبحانه وتعالى رزقكم بقوة كبيرة جدا، وبتقدروا تنحتوا من الصخور قصور وبيوت، وربنا زادكم في الرزق. انتوا عايزين ايه تاني؟ اعبدوا ربنا سبحانه وتعالى وابعدوا عن عبادة الأصنام دي. قالوا له يا صالح، مالك انت ومال عبادتنا؟ خليك انت في اللي انت فيه واحنا في اللي احنا فيه. احنا بنحبك وعايزينك تتكلم معانا زي كل مرة. لكن سيدنا صالح المرة دي أصر وقال لهم ما ينفعش أترككم تعبدوا الأصنام وتعملوا الفواحش وسايبكم كده. قالوا له يا صالح انت مالكش دعوة بينا، انت شكلك اتجننت، شكلك مسحور، شكلك في حاجة. ارجع يا صالح وابعد دلوقتي، وبعد كده اهدى وابقى تعالى لنا تاني. قال لهم يا قوم، عبادة ربنا سبحانه وتعالى هي اللي هتدخلكم الجنة. وسابهم ومشي. وبعديها راح سيدنا صالح لجماعة تانية، راح قعد معاهم وقال لهم إن ربنا سبحانه وتعالى أرسلني إليكم علشان خاطر تتركوا عبادة الأصنام وتعبدوا ربنا سبحانه وتعالى لا شريك له. قالوا له يا صالح إحنا هنتبعك وهنتبع دينك. فرح جدا سيدنا صالح، وبعد كده يا حبايبي مشي وراح يدعي ربنا سبحانه وتعالى إن هو يهدي قومه ويبعد عنهم هذه العبادة. سيدنا صالح راح لهم تاني، وراحوا قالوا له طيب يا صالح ايه رأيك؟ احنا عايزين آية. قال لهم ايه هي الآية اللي انتوا عايزينها؟ قالوا له احنا عايزين معجزة، عايزين نعرف ان ربنا ده اللي انت بتقول عليه قادر على كل شيء. احنا عايزينك من الصخور دي تخلق لنا ناقة. فاكرين ان هما كده هيعجزوا سيدنا صالح،
وإن ربنا مش هيقدر إن هو ينفذ لهم طلبهم. لكن ربنا سبحانه وتعالى فجأة يا حبايبي تحول الصخرة من الصخور إلى ناقة كبيرة. لا ومش بس كده كمان، ده هم قالوا له إن الناقة دي تكون عشر وفي الشهر العاشر. وفعلا الناقة كانت عشر، وربنا سبحانه وتعالى عمل اللي هم قالوا عليه. بس يا ترى هيؤمنوا بعد ده كله ولا لأ؟ تعالوا يا حبايبي نكمل قصتنا. قال لهم سيدنا صالح: يا قوم، هذه الناقة في يوم انتوا هتشربوا من النهر، وفي يوم هي اللي هتشرب، واوعوا أبدا تؤذوها، لأن أول ما تؤذوها ربنا هينزل عذابه وعقابه عليكم. راح قالوا له: ماشي يا صالح. وبدأوا فعلا هي تشرب يوم، واليوم اللي هي بتشرب فيه هم بيشربوا من لبنها. وبكده يا حبايبي بقت هي تشرب يوم وهم يشربوا اليوم اللي بعديه. وقعدوا كده فترة، لكن هم ما سكتوش. حسوا إنه صالح انتصر عليهم، وكانوا حاسين بالذل. وكمان قعدوا يحقدوا على صالح إن في ناس آمنت معاه. قالوا: هو احنا هنسكت على صالح؟ هو احنا كده نفذنا له اللي هو عايزه؟ ده هو كده هيبقى أقوى مننا. راحوا قالوا: طب هنعمل ايه؟ وهم بيتكلموا يا حبايبي دخل عليهم امرأتان وقالوا لهم: أنا عندي بنات. والمرأة التانية قالت لهم: أنا عندي مال كتير، اللي هيقتل الناقة اللي صالح اللي ربنا بعثها احنا هنديه من المال ما شاء ومن البنات ما شاء. يعني يدوله اللي هم عايزينه من المال ومن البنات. راح في واحد اسمه مصرع وواحد اسمه قدارة ابن سالف قالوا: ماشي، احنا اللي هنقتل الناقة بتاعت صالح، وعايزين نعرف بقى ايه هو اللي هيحصل لنا، وهل فعلا هيحصل اللي بيقول عليه ده؟ اكيد طبعا مش هيحصل. طبعا هم كانوا متجبرين جدا يا حبايبي، وما اتعظوش من اللي حصل، وما شافوش إن ربنا قادر على كل شيء. يعني هم ما شافوش إن ربنا قدر أهو من الصخرة يخرج لهم ناقة. بعدين يا حبايبي بعد ما اتفقوا إن هم يقتلوا الناقة، راح مصرع ده هو وقدارة راحوا للناقة وراحوا ذبحوها يا حبايبي بكل قسوة. وهربت الناقة الصغيرة، لكن برضو يا حبايبي هي كمان قاموا بذبحها وقتلوها برضو يا حبايبي زي الناقة الكبيرة. بعدين راحوا لسيدنا صالح وقالوا له إن إحنا قتلنا الناقة وعايزين بقى نشوف العذاب اللي انت قلت عليه انت والرب بتاعك. راح قال لهم: انتظروا العذاب والهلاك. ربنا سبحانه وتعالى أخبر سيدنا صالح إن كمان 3 أيام هيهلك قومك. زعل طبعا جدا سيدنا صالح لأنه هو كان خايف عليهم من الهلاك والعذاب ده، لكن هم ما سمعوش الكلام يا حبايبي، وما اتعظوش إن ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وعملوا برضو اللي هم عايزينه، واتبعوا شهواتهم واتبعوا الشيطان بتاعهم. بعدين يا حبايبي أول يوم اصفرت وجوه قوم سيدنا صالح، تاني يوم احمرت وجوههم، تالت يوم اسودت وجوههم. وبكده عرفوا إن خلاص الهلاك والعذاب جاي. وزي ما سيدنا صالح بالظبط قال لهم يا حبايبي، جه فعلا الصخور اتهدمت عليهم، والقصور بتاعتهم والبيوت كلها اتهدمت، وبقوا أشلاء جميعهم، وماتوا يا حبايبي بسبب جبروتهم وبسبب عنادهم، وإن هم ما استجابوش لنصيحة سيدنا صالح ليهم. ومشي سيدنا صالح عشان يدعو
قوم آخرين. وبكده نكون خلصنا قصة سيدنا صالح وعرفنا مين هم قوم ثمود وإيه اللي حصل للناقة يا حبايبي. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. تصبحوا على خير يا حبايب ماما نونا. ما تنسيش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وتعملوا لايك. مع السلامة.